السلام عليكم. معكم قناة دنيا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. حبيت نقول لكم صحة رمضانكم وان شاء الله تعقبوه بالصحة والهنا، وكل عام وانتم بخير. اليوم راح ندير لكم اول وصفة في رمضان، وهي طاجين جبن. راح نعطيكم المقادير. هنا عندي طرف نتاع الدجاج، عندي الزيتون اللي كنت غليته مرتين في الماء، وعندي حبة بصلة مسكرفجة ولا درتها رحيتها في الميكسور، والتوابل دوك تشوفوا واش راح ندير. هنا عندي طرف نتاع السمن، وعندي واحد نقولوا 3 ملاعق نتاع زيت، حطيتهم سخنوا. بعد ما ذاب هذاك السمن نتاعي وضعت الدجاج اللي عندي. نتوما ديروا واش عندكم على حساب على حساب الافراد العائله واش عندكم. احنا في 4 درت 4 اطراف تاع الدجاج، وانتم اذا كان قل ديروا قل، واذا كان كثر ديروا كثر. هنا درت شويه تاع ملح، ودرت شويه نتاع زنجبيل وشويه نتاع كركم كما راه واضح في الصوره. هنا قبل ما ندير عندي توابل واحد اخرين، هذو درتهم غير الدجاج باش يمدوا لهم باش نقليهم او نقلي هذاك الدجاج تاعي فيه بيجيني بنين. هنا بعد ما طاب على جهه، ماشي طاب على كل حال، حمرته على جهه، راني قلبته وضعت هذيك الحبه نتاع البصله. هنا درت حبه بصله خليتها تتقلى مليح. هنا ضفت 2 سنينات نتاع ثوم اللي كنت سكرفشتهم او ربيتهم، ونحرك غير بالعقل وخليه يتقلى مليح. قد ما يتقلى مليح رايحه لاصوص تاعكم ولا المرقه هذيك تجيكم بنينه وتجي عاقده. هنا راح نتبل. درت فلفل اسود وكزبر مرحي، وزدت ضفت عليه من المعدنوس مقطع كما راكم شفتوا، وضفت هذيك الزيتون ما تكثروش، غير حبيبات. تحبوا ديروا الزيتون تحبوا ديروا الجلبانه، كل واحد واش عنده. انا درت الزيتون وانتم ديروا واش تحبوا. هنا بعد ما تقلى مليح غطيت عليه وخليته يكمل زيت يتقلى. كما قلت لكم قد ما تقليوه مليح يجي بنين. هنا مرقت بما سخون، لازم يكون مسخون. شوفوا كيفاش راهو باين يعني. شوفوا كيف جات بعد كما قلت لكم تلمو قليته بزاف. رايحه نغطيه ونخليه يطيب بجيه، نقص على النار ونخليه يطيب بعقله او في غرضه. هنا رايحه نوجد الطاجين جبن تاعي. هنا عندي مقله، عندكم نعتلكم شكاين توابل وشكاين بيض، عندي فيونداشي، عندي كريم فريش، عندي حبه بصله مقطعه الى شرائح صغيره. هنا لا فيونداشي انا درت 200 غرام. هنا وضعت شويه تاع زيت المائده او زيت سونغو، ضفت عليه حبه تاع بصله مقطعه هكذا رقيقه، ما تميكسيوهاش، قطعوها خير من الاحسن، وتبقاو تقليو فيها حتى يدخلها شويه تاع الطياب، ومن بعد نضيفوا باقي المكونات. هنا بعد ما ذبلت البصله نتاعي ضفت عليها هذيك 200 غرام نتاع لا فيونداشي. اذا حبيتوا ديروها بالدجاج ما كاش مشكل، اللي ما عندوش اللحم يدير بالدجاج. ضفت عليها 2 سنينات نتاع ثوم، وتبقاو تستعملوا ملعقه نتاع خشب، وتبقاو غير دقدقوها هكذا بهذيك الملعقه نتاع الخشب. هنا ضفت الملح عينكم هي ميزانكم. توابل تبلت بالفلفل الاسود والكمون فقط، هذوما التوابل اللي استعملت لا فيونداشي. هلا خليها تتقلى على نار هاديه. هنا ضفت عليها المعدنوس، فوالا، وتبقاو تعملوا هذه العمليه راني ندير فيها كما راكم تشوفوا هكذا باش تجيكم هذيك لا فيونداشي مدقدقه. انا لا فيونداشي تاعي كنت عندي اللحم ورحيته وحدي، ما فيهش الشحمه. لا فيونداشي تاعي ما فيهاش الشحمه. هنا بعد ما طابت طفيت عليها وخليتها تبرد بجيه. فوالا، هنا عندي ان ريسيبيون رايحه ندير 4 بيضات. كما قلت لكم انا الوصفه نتاع طاجين الجبن درتها ل4 اشخاص، واللي يحب اللي عنده بزاف في العائله تقدروا تضيفوا المقادير.
تزيدوا في البيض وتزيدوا في لابيون داشي وتزيدوا في كامل مكونات. كما قلت لكم انا درت هنا 4 بيضات هاهم. الوصفه هذه نتاع طاجين الجبن انا كنت كل خطره ندير لكم وصفه في قناتي. مي هذه طاجين الجبن كنت نديرها بصح ما صورتها لكمش، قلت لي مالا نديرها مادام رانا في رمضان هكذا نخلي الوصفه في القناه لكامل المشتركين توعي ولبناتي اذا حبوا يديروها. انا اصلا كل غسالة نحطها او كل وصفه نحطها نقول لبناتي اني خليت لكم وصفاتي كامل في القناه، وكامل المشتركين فاني اللي يحبوا وصفاتي خليت لكم كامل الوصفات تاوعي. منين اللي تحب وصفه تروح غير القناه تلقى الوصفه اللي تسحقها. هنا بعد ما بردت معايا بعد ما برد معايا هذيك الفيون داشي تاعي اللي كانت طابت، ما ديروهاش سخونه باه البيض تاعكم ما يطيبش، خليوه حتى تبرد شوي ومن بعد تبداو. كما قلت لكم انا هنا البيض تبلته بالفلفل الاسود وشويه ملح وضفت عليه لابيون داشي اللي كانت طابت، ودرت فنجان صغير نتاع لا كريم فريش. لا كريم فريش سائله خاصه بالطبخ، كريمه سائله خاصه بالطبخ، وزدت عليها كيما شفتوا فروماج فوندو جبن طري، ونخلط كامل مع بعض حتى يذوب هذاك الفرماج والبيض كامل يتخلط مليح. يعني راه واضح في الصوره. كما قلت لكم الوصفه هذه بنينه بزاف، جربوها ومليحه في رمضان. كي واللي ما عندوش تقدروا تستغناو على لا كريم فريش وتقدروا تستغناو على الجبن هذاك، تقدروا ديروا غير من الفوق برك الجبن اذا كان يعني الميزانيه تاعكم ما تسمحش به ديروا الفرماج من الفوق ومن الداخل. وتقدروا حتى تستعملوا الدجاج وليو ديروا لا بيون داشي. كما قلت لكم لا كريم فريش اختياريه بصح ريحه، يعني اللي عنده ويديرها راح تزيد لها في البنه وتجيكم خفيفه، الحشوه هذيك تجي خفيفه. هنا درتها في بلاطو اللي كنت دهنته بالزبده. نتوما ديروا اي مول عندكم، تقدروا حتى ديروا فيه هذوك السيرسو هذوك انديفيدوال الصغار ولا تحبوا ديروه. ومن بعد هنا بعد ما فرغتها كما شفتوا وضعت الفرماج من الفوق. انا الفرماج تاعي كان ذايب بزاف، وفرماج هذا هايل على كل حال فوندو وذايب بزاف، جاني شويه صعيب كي حطيته من الفوق باش قدرت نقطعه كما راكم تشوفوا. المهم درتو ويعني البنه واش نقول لكم ديروا كامل من الفوق. اذا كانوا عندكم هذوك لي كاري تاع لي همبرغر فاني تقدروا ديروهم. فوالا هاي كيفاه. بعد ما درتو شعلت الكوشان تاعي على 160 درجه ودخلته ان شاء الله حندخلو للفور يطيب، من بعد تشوفوه معايا. هنا بعد ما درتو في الفور يطيب حنوريكم المرقه نتاعي بعد ما طابت، والمرقه تاع الزيتون شوفوا المرقه كيف جات عاقده، ونقول لكم والبنه ما واش نحكي لكم. نحيت الدجاج نتاعي وحده، درت له شويه نتاع زبده ووضعته في الفور باش يتحمر. هنا بعد ما طابت كما راكم تشوفوا الحشوه هذيك اللي راح نديرها هنا، قطعتها وحطيتها في هذا الطبسي او قدمتها في هذا الطبسي كما راكم تشوفوا. قسمتها الى 4 قطع كما قلت لكم، احنا 4 اشخاص. وحطيت هذاك الدجاج من فوق، والزيتون درتو ساير داير، ورشه نتاع معدنوس ودي طرونش تاع قارص. واش نقول لكم شهيتكم في الجنه، ونقول لكم نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها وصفه يعني رائعه وراح ان شاء الله تنجح معكم. ونقول لكم ما تنسونيش في اللايك والبارطاج وفي في خليوا لي كومونتير هكذا اذا حبيتوا ندير لكم اي وصفه نديرها لكم ما كانش مشكل. ونقول لكم مع السلامه والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.